عارفين ان ماما جوث الفستانة هو اللي كشف هي عندها كام سنه؟ تعالوا وانا برسم احكي لكم انا عرفت الموضوع ده ازاي. خمنوا كده في الكومنتس انا برسم مين. هي من فيلم على فكره كلكم بتحبوه. قبل اي حاجه انا عارفه ان ديزني مقاطعه، بس انا والله فانز فقيره معيش فلوس انفعهم بيها، غير كده انا بسمع الافلام مسروقه من على النت عادي. مبدئيا ازاي فستان جوثل هو اللي كشفها؟ لان فستان جوثل دي الهدوم اللي كانوا بيلبسوها في بدايه عصر النهضه، تحديدا القرن ال 14. ولو لاحظتوا كده مش هتلاقوا اي حد في الفيلم كان لابس زيها، كانت هي الوحيده بستايلها بشكلها بشعرها بكل حاجه هي مختلفه. لو رجعنا لقصص اشرار ديزني في الكتاب بتاع ماذر نوز بيست اللي بيحكي قصه جوثل عموما، نعرف انها كانت نايمه في برج لمده طويله جدا لحد ما صحت. واحداث فيلم رابنزل اتصورت في القرن ال 18. يعني بقالك 400 سنه قاعده وماسكه في الارض يا ست انت. تخيلوا 4 قرون بحالهم هي قاعده وعايشه وعادي، وكل ده بتاخد القوه من شعر رابنزل. عشان كده هي اختفت في الاخر، لان جوثل اصلا المفروض انها ماتت قبل ما تصحى. بالمناسبه في اقاويل ان هي وخاله سنو وايت هما الاثنين نفس الشخص بس في عصور مختلفه. فبس كده، قولوا لي انتوا ايه رايكم في النظريه دي، وهل شاكين انها صح؟ وبالمناسبه كنت برسم ميك، متنسوش تقولوا لي رايكم في الرسمه وهل شاكين ان النظريه دي صح او لا.